السلام عليكم. اليوم في هذه الحلقه السائل الطبيب المجرب قرر يقول لكم على واحد الموضوع مهم، هو موضوع الساعه هذه الايام، السيده. بزاف الناس ما كيعرفوش شنو هي. عايزين نشوفوا في هذه الحلقه شنو هو هذا المرض، شنو هي الاعراض ديالو، كيفاش كينتقل وكيفاش ممكن نتجنبوه. سي الطبيب، شنو هذا المشكل ديال السيده؟ شفت بزاف الناس كيدويو عليها هاد الايام. بعد حنا راه عندنا في الدار راه عيب وحشومه نتكلموا على هاد الشيء. عندك الحق، الطابوهات والحشومه والعيب كيخليو هذا المرض يتفشى في المجتمع ديالنا حيت ما كندويوش عليه، والناس اللي مصابين به كيعيشوا في واحد العزله خايبه. اللي خصنا نعرفوا ان راه تقريبا 30,000 مغربي مصاب بدا فقدان المناعه، و80% منهم ما عارفينش راسهم بانهم راه مصابين بهذا المرض. السيده راجعه لواحد الفيروس كيتسمى الفيروس ديال داء فقدان المناعه المكتسبه. هذا الفيروس ملي كيدخل للجسم كيهجم على الجهاز المناعتي ديالنا وكيدمر لنا الكريات البيضاء وكيبدا يتكاثر، الشيء اللي كيضعف الجهاز المناعتي وكيجعلو عرضه لامراض خطيره وكثيره. كيفاش كيبان فينا هذا المرض هذا؟ ديروا لي دقه بطله كيقتل الواحد وكيكرفسو، واش بصح؟ هذا سؤال مهم لان بزاف الناس عندهم مفاهيم غلطه على السيده. فملي كيدخل الفيروس للجسم بعض الناس كتبان فيهم بعض الاعراض من 3 سيمانات حتى 3 شهور، ماشي كلهم، من الاسهال، التقياس، السخانه، النقصان ديال الوزن، ولكن الغالبيه ديال هاد الناس كيعيشوا بطريقه طبيعيه من 5 سنين حتى 10 سنين لان الجهاز المناعتي ديالهم كيكون باقي قوي. ولكن من بعد هاد 10 سنين ملي هاد الفيروس كيفتك بالكريات البيضاء وهاد الجهاز المناعتي كيبدا تاثر عليه امراض اللي كتكون بسيطه واللي حنايا بحال الرواح ولا بحال الاسهال ما كتاثرش فينا بزاف، ولكن في ذاك المريض كتاثر فيه بطريقه خطيره ممكن تؤدي حتى للموت الله يحفظ. وكيفاش كينتقل هذا المرض السي الطبيب؟ لان بحال ناخذ القبائل عندنا حشومه في الدار ندويو عليه، لان في بالنا بانه كينتقل غير من العلاقات الجنسيه، واش بصح؟ اي عندك الحق، لان هذا الفيروس كيتواجد في السائل المنوي وفي السائل المهبلي، داكشي علاش كينتقل عن طريق العلاقات الجنسيه. ولكن اللي خصك تعرف بانه راه كينتقل عاوتاني عن طريق الدم، بحال دوك الناس اللي كيختنوا ولادهم عند الحجامه ولا كيحيدوا الدراس ديالهم في السواق، ولا المدمنين على المخدرات اللي كيتبادلوا بيناتهم الاباري، ولا كاع اللي كيحسنوا كيتبادلوا بامواس الحلاقه، وهذه حاجه خطيره عندك وديها. وعاوتاني طريقه اخرى ديال الانتقال ديال هذا الفيروس من الام للجنين ديالها. العلم والابحاث اللي مطوروا وكيوفروا لنا مجموعه ديال الادويه اللي كتسهل الحياه ديال داك الشخص المصاب، واللي خصنا نعرفوه ان راه الدوله المغربيه كتوفر هذا الدواء فابور في المستشفيات، وكتبقى احسن طريقه العلاج هي الوقايه من هذا المرض. فما نتردوش اننا نستعملوا العزل الطبي في العلاقات الجنسيه ديالنا حتى نتاكدوا من الصحه ديال الشخص الاخر، والا شكينا في اي حاجه ما نتردوش نمشيو نقوموا بالفحص ديال الدم ديالنا باش نشوفوا واش المرض فينا ولا لا. وكاينه طريقه سهله باش نشوفوا واش المرض فينا، بحال عن طريق التبرع بالدم. هذه الطريقه فابور ما كتكلفنا حتى شي حاجه ويمكن لها تعطينا نتيجه بالزربه. وإذا كانت عندنا اسئله اخرى ما نتردوش عاوتاني نسولوا الطبيب المعالج ديالنا اللي يمكن له يجاوبنا عليها. كاين بعض المفاهيم غلطه اللي بغينا نصحوها. اللي خصنا نعرفوه ان الشخص المصاب بالفيروس ديال السيده راه واخا ناكلوا معاه ولا نهضروا معاه ولا نلمسوه راه ما غينتقلناش هذا الفيروس. هذا المرض بحال اي مرض اخر، ما خصناش نحشموا نتكلموا عليه باش دوك الناس اللي مصابين به ما يبقاوش في العزله ويعيشوا بحالنا بحالهم. داكشي علاش ما ترددوش انكم تبارطاجيو هذه الحلقه، لان كل واحد فينا مسؤول انه يوعي الناس اللي دايرين به. الطاقم ديال سال الطبيب المجرب كيشكركم على المتابعه وكنعطيكم موعد في السيمانه الجايه. كان معكم الدكتور سي محمد زهري جابري.